بدمعه وتمثيل العراق، والعراق يلعب في العراق في بطوله خليجيه. يعني اصلا مو عايشه بالعراق. الشعور اللي جايه زياره بس للعراق حاليا. يعني انا مغتربه وجايه زياره بس للعراق، ولهذا السبب. كانك زرعت قلبك هنا ورحت هناك. هذا اللي يقول سلع قلبي سلع. بالضبط، يعني بحب لا اتحمل ابقى، يعني هاي اكمل المباراه. الشعور ويقول موطني والسلام في الله. الاحساس والمشاعر هذه اللي تشوفونها لها اسبابها. العراق اللي حاليا نحن نعرفه فيه 40 مليون في العراق او 41 مليون، لكن في ملايين مهجره رايحين، هاجروا وراحوا واشتغلوا وتغربوا. العراق جاه ظروف ومآسي واحزان وفرح وسعاده، تاريخ حضاره، حروب، قتل، تشريد. فالعراق اليوم من يجي بلاده يعرف ان انا قاعد اشوف بلادي قاعد تنهض مره ثانيه. فطبيعي كل واحد بيحس بهذا الشعور، بيحس ان انا ليش بلادي غير عن الدول الثانيه؟ ليش الدول الثانيه يفرحون ويستضيفون والناس يروحون لهم؟ طيب انا شو اللي ينقصني؟ هو العراقي يقول ولا اليمني يقول انا حضاره يا اخي، انا تاريخ. فلا تلومونهم لما يصيحون، لما يشوفون مشاعرهم هذه، لان الناس فقدوا الارض. ترى الموضوع مش بسيط ان المواطن ترى يطلع ويروح يشتغل برا يتغرب. في ناس ترى يتعبون، في ناس يفقدون الام والابو والاخ والاخت والزوجه والاطفال، يروحون عنهم بعيد. فطبيعي اليوم لما الوطن ينهض ينفض الغبار اللي عليه. طبيعي لما يتحدون ويعني بتلاقي الاحزاب والطوائف والشعب ومعلش والسني والشيعي والمسيحي والكردي هاي كلهم مع بعض. حق وشو؟ فرحتهم فرحه وطن. مبسوطين مستانسين قاعد يأدون، يشوفون الناس فرحانين فيهم. فطبيعي اليوم يفرحون. طبيعي هذه المرأة تسمع نشيدها في أرضها اللي يمكن كانت محرومة مننا كم سنة، تتمنى اللحظة اللي تقعد فيها في المدرجات وتشوف لعيبة منتخبها الوطني. يا أخي يوم اللاعب يجي يقول لي يا أخي أنا لعبت 100 مباراة، يا أخي ما لعبت على أرضي مباراة رسمية، إيش تتوقع منه؟ أكيد بيفرحون بيستانسون بيصيحون، مشاعر رياشة عندهم. بل أنا أشوف اليوم شيء حلو أن هذه الأرض أصلا لازم إحنا نوقف معاهم، لازم، هذا واجب. إذا تبون قومية، تبون عروبة، تبون واجب، تبون الحق، وقفوا معاهم لا تبعدون عنهم. أنتم تبونهم اليوم في أحضانكم، احتووهم. بلد اقتصاد، بلد تجارة، أشياء وايد ترى احنا نمتلكها في حياتنا هي أساسها من عندهم. مهندسين، مثقفين، علماء، مهد العلماء يسمون هذه الأرض، مهد العلماء. ليش احنا نبعد عنهم؟ نختلف، طبيعة الحياة في اختلاف بيني وبينك، الأخ يختلف مع أخوه، لكن ما أبعد.